نفس الوقت بالاداء. ما تقدرش تلوم اي حد من لاعبي المنتخب السعودي. ما فيش حد بخل، الجميع بذل مجهود كبير. الفريق صنع 6 7 فرص، ضيع ضربة جزاء، هو المسيطر، هو المستحوذ. فاعتقد ان انا زي ما قلت قبل المباراة طارق، ان المنتخب البولندي ينتظر اخطائك، ينتظر اخطائك. النهارده الاخطاء كانت موجودة على بعض الفترات من المباراة، استغلها طبعا. عنده لاعبين مميزين، عنده ليفا من احسن المهاجمين في العالم. انما اعتقد شكل الفريق واداء الفريق اداء كبير جدا جدا جدا. وهي دي سيناريوهات كرة القدم، تضيع فرص، يجي فرصة للمنافس يترجمها، تعاقب تترجمها الاهداف. انما اعتقد ان المباراة في المكسيك تبدا تحضيرها من الان. هيرفي رينار انا شايفه هو خارج من الملعب بيحضر للمباراة الثالثة. افصل بقى اللعيبه عن الاعلام، ما تدخلش حد، وركز وخلي الفريق زي ما هو ماشي. الفريق محتاج مزيد من التركيز، مزيد من المسانده، ابعاد الضغوط. نعم. الفريق قدم مباراه كبيره قدام الارجنتين، وبرضه مباراه كبيره رغم الخساره قدام بولندا. المكسيك افضل من بولندا، انما عندك ادواتك المميزه زي ما لعبت النهارده، تقلل من اخطائك، تستغل فرصك. النهارده معانا 2 مهاجمين موجودين، لو واحد اللي جنب ده موجود النهارده في الملعب كانت السعوديه احرزت اهداف. كابتن ياسر، لانها فعلا ينقصها المهاجم اللي يقدر يترجم الفرص لاهداف. مش معقوله المنتخب السعودي يخلق 6 7 فرص وما نجيبش جول في الاخر. واستحواذ في شوط المباراه الاول 59%، يعني كنت مسيطر انت. واستحواذ كبير صحيح. انا قلت بين الشوطين تيكي تاكا، كره قصيره، كره تستمتع بيها، مثلثات ومربعات واختراقات من العمق واختراقات من الاطراف. فشكل الفريق شكل فعال وايجابي. اتمنى مزيد من المسانده، ابعاد الاعلام، مزيد من التركيز. الامل ما زال موجود. صحيح. الامل ما زال موجود. احنا عندنا تيكي تاكا سعوديه، سيطره واستحواذ ومثلثات ومربعات. لو الكره عادله سيناريو الشوط ده يخلص 2 للسعوديه، 1 لبولندا، طردين لبولندا، بس الحكم ناسي الكروت الحمراء. انما زي ما بقول لك انا مستمتع. السعوديه بتقدم كره حلوه قوي قوي قوي. لو استمر هذا الاداء مع تركيز في اللمسه الاخيره قدام المرمى، 3 نقاط مهمين. العوده مهمه، الاطراف بتشتغل كويس قوي النهارده، الشمال واليمين. كابتن هذا الكرت الاصفر الاول. الكرت الاصفر الاول. نعم. هذا الاول. شوفوا كمان مع البريك في الحاله الثانيه ايضا. احنا مش هنسيب جمال غندور اليوم. ها هو حتى قبل الكره اللي طلع فيها حط كوعه. صحيح، حط كوعه في وش البريك. هو بدل ما يعطي كرت احمر اعطى عبد الاله المالكي. شوف هنا هي كرت احمر مباشر. نعم، كرت احمر مباشر، سيبك حتى من الانذار الثاني. صحيح. فالنهارده الحكم، اعتقد ان الحكم والفار ظلم السعوديه في هذا الطرف. المهم ان الحاجه الدفاعيه لازم تتظبط الناحيه الشمال، لان كاش مفتاح لعب اساسي للمنتخب البولندي. فلازم البريك يثبت كويس او حد يميل عليه من وسط الملعب. فاعتقد النهارده اداء كبير. نعم. وشوط مميز للمنتخب السعودي، ينقصه فقط اللمسه الاخيره وتسجيل الاهداف. لن اسال ياسر القحطاني ولا حتى محمد ابو تريكه عن هذه الحاله كسعودي.